السلام عليكم. في الفيديو ده انا جاي اتكلم في القصة الثالثة والأخيرة في فكرة تعلم الإنجليزي. وده فيديو هيكون حرفيا ان انا اخدك من ايدك واعلمك ازاي ان انت تتعلم انجليزي بروفيشنال خالص، واني ازاي كنت عامل في محطة بنزين 3 سنين لكول سنتر واكبر الشركات في الوطن العربي في مصر هنا للترجمة. فتابع الفيديو ده للاخر علشان في مفاجأة في اخر الفيديو ده محضرها لك. ولكن بالشيء يذكر في الفيديو ده في ناس كتير كلمتني في فكرة انت ازاي بقيت بتعمل صور مصغرة بالطريقة الاحترافية دي. ده رقم احمد حنفي، ده صاحبي وحبيبي، بيعمل اديت للفيديوهات، بيعمل thumbnail، بيعمل للمدرسين الاغلفة بتاعت الكتب، بيعمل اديت كويس جدا 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 للفيديوهات بتاعت الناس المعروفة زي الاستاذ محمد صلاح والناس دي بتاعت العربي والحاجات دي كلها. فالشيء يذكر وده رقمه، وكلموه وتواصلوا معاه، وهو عامل ديسكاونت الايام دي، وكلموه ان انتوا جايين من تبع عمر، وهو هيعمل معاكم احلى واجب. فعلى بركه الله يلا نبدا حلقه النهارده. اولا كده، انت ازاي من عامل بنزينه لاكبر الشركات وفودافون زي ما انتم شايفين في الثامنيل بتاعت الصوره دي. الفيديو ده مش هيكون فيه ايديت او اي حاجه، كل الفكره ان هو هيكون طالع من القلب، بالذات الفيديو بتاع الانجليزي ده، لان الانجليزي هو الباشن بتاعي، هو الشغف بتاعي. فحابب ان انا اتكلم باريحيه خالص. الفيديو ده يطلع من الكاميرا وينزل زي ما هو كده من غير تعديلات او اي حاجه. فكوبايه القهوه بتاعتك وكوبايه الشاي ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. اولا، سؤال بديهي، انت ازاي من شخص عامل محطة بنزين او شغال في شركات، عامل نظافة او الحاجات دي كلها، والحاجات دي انا خلي بالك لا اخجل منها ابدا. يعني الحاجات دي هي اللي وصلتني ان انا اكون الشخص اللي امامكم في كل الحاجات اللي انا بعملها دي. فانت ازاي تكون من عامل محطة بنزين لعامل نظافة في كومباوند مثلا في القاهرة، لانك تشتغل في كول سنتر في فودافون، او تشتغل مع شركات سياحة للترجمة في مثلا الاماكن السياحية. زي ما قلت لك في الاول ان الانجليزي هو الشغف بتاعي. وخلينا نرجع ل 2019 بالتحديد الثانوية. بعد ما خلصت الثانوية، فترة الرغبات اللي احنا بنحطها كان الانجليزي هو حبي الاول والاخير. حتى ايام الثانوية والاعدادية هو كان بالنسبة لي حب. بحب الانجليزي، ما بكرهش الانجليزي. ازاي حاجات كتير جدا الناس بتقول لك اصل الانجليزي صعب. لا، الانجليزي مش صعب. تأسيسك او الحاجات البيزكس اللي انت بتاخدها في الاول، التأسيسات دي بالذات هي اللي بتسهل معاك العملية بعد كده. فانت طالما انت بتحب الحاجه وبتذاكرها بحب، والطريقه بتاعتك سلسه ومبسطه، والتاسيس بتاعك صح في الانجليزي بالذات، كل ده هيسهل معاك فتره الثانويه وفتره الكليه، وممكن تشتغل كمان بالانجليزي. فازاي ان انت تكون من عامل محطه او عامل في كومباوند نظافه مثلا، ودي الصور اللي عمري ما خجلت منها. يعني الصوره دي كنت انا في الشتاء، وكان الجو في عز الساعه، حرفيا كان في شهر 2 الجو كان بيمطر في الصوره دي. فكان عندي شغف ان انا ما كنتش يعني، طبعا ما حدش حابب ان هو يشتغل عند الناس. يعني كلنا ما بنحبش نشتغل عند الناس. ما فيش حد كده عاقل يقول لك انا بحب ان انا في الاول وفي الاخير ان انا اشتغل عند الناس. لا، ما حدش بيحب يشتغل عند الناس. كلنا بنحب ان احنا يكون عندنا الشغل بتاعنا الخاص. وده بالظبط اللي كنت حابب ان انا اعمله. طب ازاي بقى ان انت قدرت تعمل البالانس ده، ان انت تعمل انك تقدر توازن بين الكلية مثلا والشغل والتعلم بتاع الانجليزي؟ هي هندلة الوقت. الوقت هو العامل الاساسي في نجاح اي شيء. يعني الوقت هو انك تعرف تهندل وقتك بين كل الحاجات دي، هو انك تظبط بين شغلك وبين الحاجة اللي انت بتتعلمها، الكلية او الدراسة. والحاجة الثالثة هو انك ازاي تقدر تطور اللغة. وده بالظبط اللي انا قدرت ان انا احط فيه كل قوتي وكل طاقتي، لان انا عارف ومتأكد ان انا بعد الكلية مثلا مش هشتغل بيها، لان انا مش عايز ان انا اشتغل بكلية زراعة. وهعمل لك فيديو اقول لك ازاي ان انا لغاية وقتنا هذا فائد دفعتين بسبب ان انا شغال كول سنتر في فودافون او شركات السياحه، وبعمل تشانل على يوتيوب، وفي نفس الوقت ان انا مش عارف اوفق بين الكليه.
والكليه هنا بالذات ان انا مش حاببها، واتكلمت في فيديوهات كتير جدا على فكره الكليه ان انا ما كنتش حابب دخولي كليه الهندسه الزراعيه من الاول. طب ازاي بقى قدرت تعمل الفكره دي؟ هو الهدف ان انا كان عندي هدف ان انا نفسي اتعلم انجليزي، بس انجليزي يأهلني ان انا اشتغل في كول سنتر اقبض مرتب كويس جدا، وان انا اشتغل في شركات سياحه، وان هم يطلبوني في يوم ان انا والله محتاجينك يا باشمهندس عمر، محتاجينك ان انت والله ان انت تترجم لنا فوق سياحي النهارده. تمام. متفقين على مبلغ معين وانز، وده فلوس كويسه جدا. جدعان الترجمه 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 الانجليزي فلوسها جامده جدا، والكول سنتر فلوسه اجمد واجمل. طب انت مرتبك كام؟ طبعا انا مش هقول لك مرتبي كام، بس يكفي ان انا الحمد لله مرتاح. وبطلت خلاص بقى ان انت دلوقتي فكره ان انت تاخد فلوس من والدك او والدتك او الحاجات دي، خلاص لا، انت دلوقتي شخص بقيت بتصرف على نفسك. بالعكس انت قادر انك تساعد والدك كمان في مصاريف البيت. فدي بقت شيء يعني اقل من اقل حاجه بقى اقدر اعملها، يعني اقل حاجه اقدر اعملها لوالدي بعد السنين التعب اللي هو شافها دي كلها. تمام تمام. قدرت ازاي بقى تتعلم انجليزي؟ هو الهدف ان انا كنت بحط 3 او 4 ساعات في اليوم كنت بقدر اتعلم منهم انجليزي. طب كنت بتتعلم ازاي انجليزي؟ زي ما قلت في فيديوهات كتير، المصدر الاول والاخير بتاعي للانجليزي واللي وصلني ان انا اكون احسن بالنسبه لي انا الحمد لله يعني في مجال الترجمه، وشهادات كويسه جدا من فودافون تثبت ان انا شخص يعني بتكلم مع الجماعه المتحدثين الاصليين بتاعت اللغه بالشخصيه بروفيشنال اكتر، والمترجم او يعني الشخص اللي بيكلمني نفسه المتحدث الاصلي بتاع اللغه ما يقدرش يقول ان الشخص ده عربي. الحمد لله. طب قدرت تعملها ازاي دي؟ الاول والاخير كان الاستاذ والدكتور والبروفيسور حرفيا استاذ ابراهيم عادل. استاذ ابراهيم عادل هو اللي قدر يخليني ان اوصل لان انا اكون فلوينت في الانجليزي، وان اكون مرتاح في الانجليزي وانا بتكلم، وان اقدر اعمل انترفيو لاي شخص بيقدم جديد في الشركات. كل الحاجات دي وفي الاول وفي الاخر كان بعد فضل ربنا عليا هو الاستاذ ابراهيم عادل. وخلي بالك انا شخصيه ما اتعلمتش ولا دفعت جنيه واحد بس لسنتر او معاهد معينه، ولا قدرت ان انا اخد دوره تدريبيه مكثفه ولا الحاجات دي كلها. كل مصدري الاول والاخير كان اليوتيوب والاستاذ ابراهيم عادل بس. طب في ابلكيشن تاني قدرت ان انت تتابعها؟ لا، كان الاول والاخير والمصدر الاول والاخير بتاعي واللي وصلني للمرحله دي كان الاستاذ ابراهيم عادل. ورقتك وقلمك ونتك الجميل، وحط مجهودك كله في الحاجه اللي انت بتعملها. لان انا كان عندي هدف، كل ما كنت خلاص اريح لا كان ارجع تاني واقول لا انا مش عايز اشتغل في البنزينه، لا انا مش عايز ان انا ارجع ان انا اكون عامل نظافه في كومباوند، لا انا مش عايز الحاجات دي كلها. انا عايز يكون عندي دخل محترم بمعنى الكلمه، مش الملاليم اللي بناخدها في الشغل عند الناس. لا انا عايز اكون شخص عندي مجهود في الحاجه اللي انا بعملها، شخص عندي مجهود في الحاجه اللي انا باديها، شخص بروفيشنال في الحاجه اللي انا باديها. فالحاجه دي كانت عن ايه؟ كان في الانجليزي. قدرت ان انا احط كل طاقتي وكل مجهودي في الانجليزي. فعلشان تقدر تتعلم او تعمل بالانس بين الحاجات دي كلها كان لازم اداره الوقت، انك تقدر تعمل وقت بين مجهودك، بين الكليه وبين شغلك، وبين ان انت تقدر تعلم نفسك ذاتي من غير اكاديمي. الحاجه الاكاديمي اللي انت زي كليه مثلا لو ربنا ما كرمكش بين ان انت تخش كليه معينه، بين انك ما تعتمدش في الفلوس على ان انا معيش فلوس مثلا فاخد كول سنتر، على المعاهد او التدريبات او الحاجات المكثفه او المعاهد المكثفه او التدريبات المكثفه. كل الحاجات دي كلها ان انا كل الحاجات دي مثلا ان انا ما اخدتهاش، لا انا كنت في الاول وفي الاخر كان تعليم ذاتي. فعلشان تقدر تعمل الحاجات دي كلها لازم يكون عندك هدف وشغف للحاجه دي. فيكون عندك الهدف والشغف ده امتى؟ لما تكون بتحب الحاجه اللي انت بتعملها. المدرس
مش هيقدر ان هو يأدي ويعمل الحاجة دي كلها وان هو يوصل معلومة كويسة للطالب غير لما يكون عنده هدف ويكون عنده حب للحاجة اللي هو بيعملها. المترجم لو ما عندوش شغف وحب كل يوم ان هو يتعلم اللغة اللي بيتعلمها مش هيقدر يمارس اللغة ولو كويس مع الشخص النيتف سبيكر اللي هو بيتكلم معاه. الشخص البروجرامينج طول ما هو ما بيطورش من نفسه وعنده شغف للحب وحاجة للحاجة دي هيفضل زي ما هو. فالمصدر الأول والأخير إنك تكون شخص مرتاح وإنت بتتعلم الحاجة دي هو إنك يكون عندك شغف وحب للحاجة دي ويكون عندك هدف. أهم حاجة الهدف هو اللي بيخليك طول ما إنت بتريح وبتاخد ريسك لورا لا بترجع تاني وبترجع للحاجة اللي إنت بتعملها. فالمصدر الأول والأخير في الحاجة اللي إنت بتعملها هو الهدف. لازم يكون عندك هدف للحاجة دي. كلية ما دخلتهاش وما حبيتهاش سيبها. حاجة انت مكمل فيها بس بتحبها فكمل فيها. ودي كانت الفكرة ان انا سبت الشغل في البنزينة واشتغلت كول سنتر. فعلشان تقدر تعمل الحاجة دي لازم يكون عندك الهدف. مش هقعد اقول لك بقى ان انت لازم تعمل 1 و2 و3 و4 و5 و6. لا، كل الحاجات دي بلح. كل اللي انت هيكون يخليك توصل لمرحلة انك يكون شخص فلوينت في اللغة هو انك يكون عندك الهدف. كل ما تريح كل ما تفتكر ان انت عندك هدف وتارجت لازم تحققه. وكل ما تريح وتقول لا انا مش هكمل، لا، كل ما انت هتقول ان انا عندي هدف ولازم اكمل. ففي الاول وفي الاخير الهدف هو اللي بيحركنا كلنا. فبس دي كانت قصتي ازاي ان انا كنت عامل في محطة بنزين لكول سنتر في شركة فودافون والشركات الكبرى. فلو عجبك حلقة النهارده طبعا ما تنساش تدوس سبسكرايب للقناة وتعمل لايك. وزي ما قلت لكم الوصف في تحت هيكون في الرقم بتاع اللي بيعمل لي الايديت وحبيبي طبعا ده شخصية حبيبي يعني، والثمنيل اللي هو الصور المصغره اللي انتوا سالتوني عليها. فروحوا له وكلموه وهو قولوا له ان انتوا جايين من تبعي وهو هيعمل معاكم احلى واجب. فاشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم.